السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب كده وحياتكم كده ماشية كده يا رب زي ما انتوا عايزين. النهاردة كده يوم جديد وجايلكوا النهاردة كده بفيديو جديد. انا بقالي يعني اسبوع ما نزلتش فيديوهات بس كنت مشغولة شوية، فاعذروني بقى الفترة ديت. يعني الواحد بيحاول يعني ان هو يظبط الدنيا مع الصحيان بقى بدري واحاول بقى ان انا اتعود ان انا منامش تاني الصبح، بس الصراحة صعب اوي. برجع انام وارجع اقوم قبل ما توتي تيجي، يعني بصحى كده على الساعة 12. فالواحد بيحس كده ان هو دماغه تقيلة، كمان الفترة دي باخد ادوية للحساسية صبح وبالليل فبتقل دماغي اوي. فيادوب بتحسي ان الواحد كده يعني مفيش وقت في اليوم، يدوبك عم بتعملي شغلة تشوفي بقى تظبطي هي امورها، نقعد مع بعض شوية، تعملي اكل بتاع، فالدنيا الله المستعان يعني. المهم ان انا كنت بعلق الستاير، كنت بظبطها، كنت غسلتها واعلقها، فكنت بركب بقى الشناكل بتاعتها عشان ارجع ان انا اعلقها تاني. الستاير دي انا بغسلها يعني كل مثلا 3 4 شهور مرة، لان هي على طول يعني بستعملها في فتحة البلكونة وكده، طالعة داخلة، فدايما بتتطرب بسرعة، فدايما لازم من الحاجات اللي لازم تكون ايدينا فيها على طول. انا كنت بقى بحضر لها اللانش بوكس بتاعها زي ما وريتكوا كده. كنت حاطالها يعني بحب احط لها حلويات كده في اللانش بوكس من غير كيس او حاجه، لان هما في المدرسه مانعين الشيبسيات وكده. حتى لو جبت مثلا جيليو او شيتوس او كده، بقوم حاطالها شويه بس صغيرين مع الاكل، بحيث اشجعها ان هي تاكل. لما اقولها مثلا الصبح حطالك كذا وكذا ومش عارفه ايه فبتتشجع ان هي بقى ايه هتروح تفتح اللانش بوكس وتلاقي الحاجات الحلوه، برجع الاقيها واكله. بعد ما نزلتها بقى وخلاص طلعت بقى، عملت لنفسي كوبايه شاي بلبن كده. انا بحاول الفتره دي اظبط اكلي شويه، عشان يعني الواحد بقى خلاص كده هينفجر اكتر من كده هينفجر. فبحاول اظبط اكلي الفتره دي شويه، والله المستعان بقى، ربنا يهديني كده ومعكش. كنت علقت الستاير هنا، بس لقيتها بقى في الاخر شنكل لقيته وقع بعد ما حطيته، فطلعت تاني ظبطتها. بحب اوي الستاير بعد ما بتتغسل بقى بتتعلق تبقى نضيفة كده، بحس ان نفسيتي مرتاحة كده، واحس ان الدنيا نضيفة. طول ما الستاير نضيفة احس ان الدنيا نضيفة. الستاير والسجاد اكتر حاجة بتضايقني في المكان اللي هما مش نضاف. بس بقى علقتهم كده وبدأت بقى ايه اسوي الشقة، اي حاجة مش مكانها ارجعها مكانها. الكلام ده بعمله الصبح بعد ما اوصلها واقرا وردي وافطر وكده. بلف بقى، اخدلي مثلا 10 دقايق كده لف في الشقة، اي حاجة مش مكانها اشيلها، اي حاجة عايزة تتسوى اسويها. بس ده اللي هو الترويق المبدئي، ولا بشغل بقى مكنسة ولا بعمل اكل ولا اي حاجة. الكلام ده كله بعمله بعد الظهر. ممكن مثلا هبدأ في الاكل بعد ما تيجي، ان هي بتيجي اصلا مش عايزة تاكل، حتى لو اكلت مثلا بعملها حاجة بسيطة، كوباية شاي بلبن او حاجة، وبعدين بتنام شوية وتصحى بقى اكون انا عملت الغدا. بس هنا كنت بفرجكوا على تنظيم اوضة الليفينج والاطفال، هي اتنين في بعض، ودوت الكفر اللي انا فرشته وريتهولكوا الفيديو اللي فات. حلو جدا الصراحة، ومدفي الأوضة خالص، يعني هيبقى في الشتا حلو قوي. انا بقالي فترة بقى عايزة اعمل التلاجة، يعني كنت مقررة لها ان انا اعملها قبل كده، بس الصراحة الواحد مكسل عنها خالص. فالمهم النهاردة بقى كنت هعمل شاورما سندوتشات. يعني كان عندي العيش السوري دوت، وقلت ان انا ايه هعملها بقى. كان عندي بانيه وقلت هعمله شاورما. انا كنت بوريكم بقى التوابل اللي بستعملها. الكوبايه دي فيها كان المفروض احط زبادي، بس ما عنديش زبادي، فقمت حاطه كوبايه لبن، وعليها معلقه خل وعصره ليمون. تمام. وال والطبق بقى اللي فيه التوابل، فيه فلفل اسمر وفيه ملح وجنزبيل وبابريكا وبهارات فراخ
وبصل بودر وتوم بودر بس كده. اقلب بقى الحاجات دي كلها مع بعض كده وتنقعيها بقى في التتبيله دي، يعني لو يفضل ان انتي تنقعيها من قبلها بيوم، بتبقى تحفه، بتبقى بجد خطيره. مفيش وقت يعني ممكن تشتغلي فيها نص ساعه وتشتغلي على طول. انا ركنتها هنا غالبا كان ساعتين، بس والله العظيم كانت شبه الجاهزه بالظبط. انا الساندوتش بقى بتاع الشاورما مبحبش احط فيه بصل وفلفل والكلام دوت، بحس ان هي يعني قلبت على فاهيتا كده. فهو برا مش بتحط الكلام ده، بتحط مع بطاطس وتومية ومخلل بس كده. عشان كده دايما بنحب الشاورما بتاعت برا، نحس انها مختلفة من بتاعت البيت، لانه بيتحط فيه اضافات احنا بنحطها في البيت بتضيع طعمها. فالنهاردة انا ما حطيتش لا فلفل ولا بصل، هي بس الفراخ ومكانش عندي مخلل كمان، فحطيت الفراخ والبطاطس والصوص الابيض اللي هو التومية بتاعتها بس. آمم البهارات بقى انتي على حسب الكمية بتاعتك، يعني تحطي نص معلقة من كل حاجة، لو زودتي طبعا الكمية زودي كمية البهارات بتاعتك. والجنزبيل من الحاجات برضو اللي بتديها نكهة سوري اوي. هنا بقى كنت قطعت البطاطس هقليها في القلاية، مرضتش اقليها على البوتاجاز. انا جبت القلاية وبعد ما حطيتها قلت لا انا هحط الزيت الاول عليها وبعدين اقلبها واحطها في القلاية، لاني لما بحطها كده وارش زيت بحس ان مش بتوزع كويس، لكن كده بحس بتوزع كويس وتبقى كلها طالعه نفس السوا، ما بتاخدش وقت يعني ربع ساعه بالكتير قوي. هنا انا كنت زودت على الخلطه دبس رمان وصويا صوص، يعني معلقه صغيره كده من كل حاجه، برضو بتديها نكهه حلوه قوي. طعم التدخينه كده كأنها يعني معموله على الفحم. وهنا كمان ضفت معلقه صغيره من الثوم المفروم، انا كنت المفروض ضفتها الاول بس ما كانش قدامي يعني نسيت. فالمهم حطيتها يعني وقلبتهم بقى كلهم مع بعض كده وسبتهم بقى الساعتين اللي هي اتركنت فيهم، وبقيت التوم دوت احنا هنستعمله في الصلصه البيضه بتاعتنا. الصوص الابيض بقى بتاعها والتوميه انا مش هعمل توميه، التوميه بتعمل بمايونيز وكده، بس انا مش هعمل توميه، انا هعمل صوص ابيض كده بس حلو جدا. خدت معلقه من اللبن وعليها معلقه خل، كوبايه من اللبن ولا ايه، وعليها معلقه خل وعصره ليمونه، ممكن تبدلي الكلام ده كله بكوبايه من الزبادي. وحطي بقى عليها معلقه صغيره من الثوم وملح وطحينه بس، وتقلبي بقى كل المكونات دي مع بعض. والقوام بقى بتاعك على حسب التقل اللي انت عايزاه تقيل زودي طحينه، عايزاه يعني سمك متوسط ما تزوديش طحينه قوي. بس هو خلي بالك ان هو كل ما بيقعد شويه بيتقل، يعني مثلا لو عملتيه وسبتيه شويه ورجعتيله هتلاقيه تقل، فما يغركيش ان هو مثلا وانتي بتقلبيه كده لقيتيه ان هو خفيف معاكي تقومي مزوده، تحسي ان طعم الطحينه هيضغي قوي على طعم يعني الخلطه كلها تبقى طعمها طحينه بس. وسبته بقى كده قلبته وسبته على جنب، جيت لما قلبته تاني لقيته تقل معايا فما زودتش بقى حاجه. بس هنيجي بقى التسوية بتاعتها على نار عالية، حطي بقى شوية زيت وسمنة كده واستنى ما يسخن قوي، وانزلي بقى بالفراخ بتاعتك كده تاخد طشة حلوة، وسيبيها بقى متحركهاش دوبك بس سويها كده وسيبيها بقى على نار عالية، كل ده السوا بتاعنا على نار عالية لحد ما تنزل ميتها خالص وتستوي في نفسها. وبعدين نبدأ ان احنا نديها تقليبة كده وبس، وافضل بقى اقلب فيها لحد ما تاخد بقى لون معايا. اول ما تحسي ان هي بدأت خلاص تمسك نفسها كده شوية، ابدأي ان انتي هدي عليها النار شوية، خلي النار متوسطة بحيث ما تتلسعش ولا تلزق منك، واقعدي بقى شوحي فيها كده لحد ما تاخد كأنها يعني متحمصة كده، واخده اللون الحلو اللي احنا بنحبه بتاع الشاورما بتاع بره ده. بس اول ما توصل معاكي بقى اللون بتاعك سيبها تبرد شوية، وابدأي بقى احشي السندوتشات بتاعتك. احنا ممكن طبعا نستغني عن العيش ونعملها بقى الرز بتاع الشاورما الاصفر دوت، بيبقى حلو برضو جدا جدا مع الصوص الابيض ده، بتحفه قوي. بس فهنا بقى جبت العيش بتاعي، والعيش الشاورما بيبقى خفيف شويه، فاحنا محتاجين ان احنا نتني الطبقتين كده بحيث ان هو ما يتقطعش مننا ولا حاجه.
فبتني كده الاطراف بتاعته، واحط بقى الاضافات بتاعتك بقى اللي انت عايزه تزوديها بقى دي بتاعتك انت. حطيت بقى شويه من الصوص الابيض وشاورما وبطاطس، ورجعت حطيت تاني فوق صوص ابيض، وتقفلي بقى، حاولي تقفلي العيش كويس بحيث انه ميتفتحش معاكي وانتي بتحمصي الجنب بتوعه. يعني تكلفة الساندوتش دوت برا كام؟ تقريبا 25 جنيه. شوفي بقى انتي بتعملي مثلا الكمية دي كلها، انا عملتها بنص بانيه، عملت بتاع 5 سندوتشات بنص بانيه، ونص بانيه دلوقتي يعني عمل 45. يعني انتي دلوقتي مثلا شوفي انتي وفرتي قد ايه، تجيبي الواحد بس من برا ب25. وكمان يعني برا بقى الاكل احنا عارفين طبعا، مش ضامنين الناس اللي بتعمل الاكل غسل ايديها ولا ايه حاجة يعني عك. فالحاجات اللي زي دي كده خاصة في الزمن اللي احنا فيه دوت موفرة وانضف طبعا واطعم. فحاولي اي حاجة مثلا انتي بتحبي تاكليها من برا اتعلمي اعمليها في البيت. هيوفر طبعا معاكي في الميزانية كتير. وبعدين العيش دوت برضو بيوفر عنا كتير، انتي مجرد ان عملتي بس خلطة الفراخ وحشيتي في السندوتشات. انا الاول قبل ما يطلع العيش السوري دوت كنت بعمل العيش في البيت، كنت بعمله كله، بعمل الاكله من اولها لاخرها. كانت بتبقى الصراحه متعبه بالنسبه لي بقى ان انا هقعد افرد، وبرضه ما بيطلعش بالسمك رفيع اللي هما بيعملوا ده. انت مهما كنت احاول افرده كان برضه كان بيطلع تخين شويه. فالعيش السوري ده الصراحه كنت بشتريه تقريبا العشرة بكام، العشرة ب17 تقريبا او حاجه. بيعمل معايا مرتين، يعني بعمل مثلا بقسمه اكل على مرتين، حتى لو انتي عيلة مثلا 5 6 افراد السندوتش الواحد بيكفي اصلا بيشبع. فبس بقى قعدت بقى حشيت الكمية كلها بتاعتي وجبت بقى الطاسة اللي هي الجريلا دي، انا عاملاها بس لتشويح السندوتشات، ان انا بقى بشوي عليها السندوتشات كده. وحطيتهم بقى كده ياخدوا رشة من الزيت، وحطيتهم بقى ياخدوا كده لون حلو من الجنبين، او بقى ما يبدأوا ينشفوا كده ويقرمشوا. اي ورق عندك بقى لفيهم فيه، لو انت عايزاه يبقى طري ويبقى يقدر سخن شوية. اي ورق عندك، ورق فويل لفيه فيه، حتى لو ورق كراسة لفيه وحطيه كده على جنب هتلاقيه طري، او غطيه. بس شوفوا بقى لونه عامل ازاي، والله يعني ولا تقوليلي يا ابو فارس السوري ولا ابو عمر ولا ابو حمدان، كل حاجة تتعمل في البيت كده احسن واوفر واطعم كمان، خاصة لو عندك اطفال. انا بخاف والله من الاكل بتاع بره ده عشان الاطفال والنزلات المعوية احنا مثلا كبار معدتنا تستحمل شوية، هما برضو يعني ما عندهمش المناعة ان هما يصدوا مع الميكروبات والجراثيم بتاعت بره دي. بس مخدتش اي حاجة معايا خالص، ولا وقت ولا مجهود، مجرد بس عملت خلطة الفراخ وخلاص، وبألف هنا وشفا. بس هنا بقى كنت عايزة اريح شوية، فصلت بقى كده، اخدت كوباية الشاي بتاعتي واخدت معاها حاجة حلوة. ده كان بعد الغدا بساعة، اتغديت بقى وخلاص قفلت مش قادرة اشرب شاي، فقعدت بقى شوية كده ريحت، واخدت بقى كوباية الشاي بتاعتي كده ومعاها الحلويات، وقمت بقى مشغلة الغسالة. هكمل بقى بقية اليوم، يعني اشوف ورايا ايه اكمله. كان عندي بقى مفروشات، كنت مغيرة الفرش بتاع السراير. ف انا جايبة منظفات جديدة معطر كده، وحطيت كمان كلوركس الوان. يعني الدور دوت جربت فيه 3 مع بعض، مسحوق وكلوريل، اللي هو كلوريل مش كلوركس، كلوريل الالوان. والله جميل جدا على فكرة، وسعره احسن من كلوركس، ومعملش اي حاجة خالص، ولا اللون اتغير ولا اي حاجة، بالعكس حاسه ان يعني الهدوم طالعه مزهزهه كده متغسله. وحطيت كمان اللي هو معطر الغسيل، كان الثلاثي ده بيطلع بقى الغسيل معاكي ما شاء الله، يعني نظافه وريحه وتوفير زي ما بيقولوا. هنا بقى كنت برص غسالة الاطباق، كانت بقى لها يومين صراحه عايزه تتفضى، مكسله عنها خالص. فكنت عايزه بقى اخلص كده واحس ان المطبخ يعني خلصان.
فقمت رايحه بقى مخلصاها كده ومفضيه كل الحاجات اللي فيها وبس. رصيت بقى كل حاجه مكانها وقفلت الدنيا وخلاص. في الوقت بقى اللي هو بتاع غالبا بيبقى وقت بالليل، يعني بعمل الكلام ده بيكون بالليل بقى خلاص، خلصت كل حاجة وعملت اطباق مكان الاكل وكمان توتي اتعشت وخلصنا بقى فقرات كلها، وابدأ بقى ان انا افضي كده الدنيا واحس ان في روقان كده، وابدأ بقى انيمها بحيث ان خلاص يعني الواحد كده خلص مهمته النهاردة يقعد بقى. والله الله يكون في عون الامهات، اصلا فترة الدراسة ديت صحيان بدري وهوم وورك بقى والتزامات وكمان يعني الله يكون في عون اللي عندها مثلا 2 3 4 ديت مش عارفة الصراحة بتعمل ايه. ربنا يقوي كل واحد كده ويعينه على حاله يا رب. الاول انا كنت حاطه الحاجات ديت كلها في اللي هي حاجات التوزيع دي اللي على الرخامه، وبعدين حسيت بقى هما كتير كده يعني، فقلت لا هجيب المنظم دوت واحطهم كلهم فيه. قولولي بقى يعني رأيكم، كنت عايزه اغير شويه في ديكور المطبخ بس بصراحه مش محتاره مش عارفه اعمل ايه. كنت عايزه اعمل الدواليب لونها ابيض، لون البلاط كده، والرخامة نفسها لونها خشبي، لان الرخامة السودا دي بجد بعاني معاها معاناة مش عايزة اقولكم، لو فرفوتة كده وقعت عليها تحس ان كده المطبخ مكركب. الرخامة بيبان فيها جدا جدا اي حاجة بجد بيبان فيها قوي. وعايزة اجيب منظمات لتحت الحوض، عايزة اعمل شوية تعديلات كده، فالفترة الجاية ان شاء الله كده نحاول بقى نظبط الدنيا مع بعض. احنا خلصنا الحاجات اللي هي الكبيرة، تنظيم الدواليب وتنظيف الشقة وكده، فاضل بقى الحاجات اللي هي التركات الصغنطات دي اللي بتعمل بقى بتفرق معاكي في جو البيت. آه انا هنا بقى بعد ما بخلص المطبخ برش البخاخ دوت، انا حاطه فيه اللي هو السيف بتاع جميع الاغراض، وبحط معاه اللي هو الكلوركس الوان، وبخفهم بشوية مية. بس هنا تقريبا كان الخليط تقيل على البخاخ مرضاش يعني ينزل، فغيرت البخاخ اللي هي بتاعة الضغط دي. برش بقى حبة كده حلوين في الحوض، وعشان مكان بقى غسل الفراخ وكده بكتيريا. وكمان اليوم دوت كنت جايبة معاها وراك وتبلتها عشان خاطر ان انا اعملها في الكيس الحراري واشويها. بس ودعكوا بقى بالليفة بتاعة الحوض واقفل بقى المطبخ وخلاص كده. بس حبايبي ده كان الفيديو بتاع النهاردة، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات كتير مع بعض، واسيبكم في حفظ الله، ما تنسونيش من دعاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.